بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد إبراهيم عليه السلام كسا من كسر الأصنام كيا بوت بروشتنت بائع الأصنام بوت بها كنوك قبل أيام كثيرة جدا بازين وهديا بيسر سكباز وهدا بيسر كان في قرية رجل مشهور جدا هستت يك مردك وتميتغا سك نام دارا وكان اسم هذا الرجل آزر مرد نام آزرا وكان آزر يبيع الأصنام آزر روزگار بوت بها كنغا وكان في هذه القرية بيت كبير جدا وإيمي تجتها يكسكين بلاهي لوجي هستا وكان في هذا البيت أصنام كثيرة جدا إيلوغ تشبوتا برد سكباز بوت وكان الناس يسجدون لهذه الأصنام أهلوكا أتكو همي بوت سجده كتنت وكان آزر يسجد لهذه الأصنام آزرهم إبوت سجده كتنت وكان آزر يعبد هذه الأصنام آزر إبوتاني بندگيو إبادت كت ولد آزر تشوك وكان آزر له ولد رشيد جدا وآزر يك بحتاورين شوكي هستت سكين يك بحتيا وكان اسم هذا الولد إبراهيم شوك نام إبراهيم وكان إبراهيم يرى الناس يسجدون للأصنام إبراهيم ديت كمردم بطان سجده كننت ويرى الناس يعبدون الأصنام ديت مردم إبطان بندگيو إبادتا كننت وكان إبراهيم يعرف أن الأصنام حجارة بل إبراهيم زانقاهت كإبوت وسنغا وكان يعرف أن الأصنام لا تتكلم ولا تسمع چوش هم زانگاها كي بوت ناو حبر كننت ناكي إش كننت وكان يعرف أن الأصنام لا تضر ولا تنفع وزانگاها كي بوت نكسيا نپي فائدة دات كننت ناكي تاواني نقصان دات كنا وكان يرى أن الذباب يجلس على الأصنام فلا تدفع تتك مكسك كيت وبوتسر ننديت بل بوتي ديركت نكا وكان يرى الفأر يأكل طعام الأصنام فلا تمنع ديتي تموش كايا وبوتاني ورقا ورا وبوت آيان داشتنكنا وكان إبراهيم يقول في نفسه لماذا يسجد الناس للأصنام إبراهيم دلا جيرت كي مردم پرچا بوتاني بندگي عبادتا كنا وكان إبراهيم يسأل نفسه لماذا يسأل الناس الأصنام إبراهيم دلا جيرت كي مردم پرچا بوتان لوٹا نصيحة إبراهيم پانت سوج نصيحة وكان إبراهيم يقول لوالده إبراهيم وتي پتا گوشت يا أبي لماذا تعبد هذه الأصنام او منی پیت تو پرچه بوتانی بندگیا کنے ويا أبي لماذا تسجد لهذه الأصنام او منی أبا تو پرچه بوتان سجدہ کنے ويا أبي لماذا تسأل هذه الأصنام او منی أبا تو پرچه بوتان لوٹے إن هذه الأصنام لا تتكلم ولا تسمع إيوة بوت قاب نجننت إش هم نكننت وإن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع وإي بوت نفع فائدة دات نكننت تاوان هم دات نكننت نقصان هم دات نكننت ولأي شيء تضع لها الطعام والشراب وتو پریشان پچھی ورگو چرگ ایر کنے وتو پریشان پچھی ورگو چرگ ایر کنے وإن هذه الأصنام يا أبي لا تأكل ولا تشرب وإي بوت وأبا ناكي ورنت ناكي نوشنت وكان آزر يغضب ولا يفهم آزر ایک اپانی اشکنگا زهر گبت ونسمجي نفهمي وكان إبراهيم ينصح لقومه وإبراهيم تي راجا قوما پنت نصيحت كنت وكان الناس يغضبون ولا يفهمون بل مردمانت كالزهر گرنت و نفهمنت نسمجنت قال إبراهيم أنا أكسر الأصنام إذا ذهب الناس وحينئذ يفهم الناس إبراهيم دلا گوشت وحده که مردم چمیتگا درکایا گوڑا من بوتن پروشا گوڑا مردم فهمنت سمجنت إبراهيم يكسر الأصنام إبراهيم بوتان پروشت عليه الصلاة والسلام وجاء يوم عيد ففرح الناس
أيدي روج أتك ومردم قلبتا. وخرج الناس للعيد وخرج الأطفال وخرج والد إبراهيم وقال لإبراهيم ألا تخرج معنا؟ قال إبراهيم أنا سقيم. مردم دراه بايدا درتك وغوندل هم شتا. إبراهيم بيت هم درت وإبراهيم أغشتي توغو من يايقو. إبراهيم أغشت من نادراها بمارا. وذهب الناس وبقي إبراهيم في البيت. مردم شتا وإبراهيم لوغا نشت. وجاء إبراهيم إلى الأصنام وقال للأصنام ألا تتكلمون؟ ألا تسمعون؟ إبراهيم أتك بوتاني كرا ديمغون بوتانكو ودر راينتي غشتي شما قاب نجنه شما إيش نكنه هذا طعام وشراب ألا تأكلون ألا تشربون؟ إيشما ديما ورقو تشرقيرا شما نوري وننوشت. وسكتت الأصنام لأنها حجارة لا تنطق. بوت هاموش بتا برچكي آوا بوتا هبرنكنند. قال إبراهيم ما لكم لا تنطقون؟ إبراهيم قشت چونت شمارك هبرنكنه. وسكتت الأصنام وما نطقت. بوت هاموشتند وهبرشنكو. حينئذ غضب إبراهيم وأخذ الفأس. إبراهيم زهر جبت وتبري زرت. وضرب إبراهيم الأصنام بالفأس وكسر الأصنام. وتبرى إبراهيم بوت بروشان كتا. وترك إبراهيم الصنم الأكبر وعلق الفأس في عنقه. إبراهيم مسترين بوت يلدات وتبر همي قردنا لونجانكوت. من فعل هذا؟ إكايا تشكتك. ورجع الناس ودخلوا في بيت الأصنام. مردمت أيدا واتر أتكا وبطاني لوغا بوترتا. وأراد الناس أن يسجدوا للأصنام لأنه يوم عيد. لوٹت کے بطانی بندگیہ بکرن پرچک مرچی أيدي روچے. ولكن تعجب الناس ودهشوا. بلناغتا مردم أبكا وهيران بتا. وتأسف الناس وغضبوا. مردم سوغي بتانت وسك الزهرة كبتان. قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ كشتش كياغو में هدايا چشكتك. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال إبراهيم. گوشت ما एक नौजवान यजान कि ये सक इशानी ए बुतानी नाम गिब्तक अय नाम इब्राहिमी. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ كشتش آيا تو إبراهيم قوم هدايا چشكتك. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أي قشت ألما إكار مسترين بوتيجي جستش كانت أغا هبر كنا. وكان الناس يعرفون أن الأصنام حجارة. مردما إنشو وزاد كي بوت سنغا. وكانوا يعرفون أن الحجارة لا تسمع ولا تنطق. وزانتش كسنغنا كهبر كنا تناك إشكنا. وكانوا يعرفون أن الصنم الأكبر أيضا حجر. زانتش كمسترين بوتهم سنغي. وأن الصنم الأكبر لا يقدر أن يمشي ويتحرك. مسترين بوتنا كغشت كنت وناك سورتك. وأن الصنم الأكبر لا يقدر أن يكسر الأصنام. ومسترين بوت بكيا إيدك بوتان بروشتنكا. فقالوا لإبراهيم كرا إبراهيم أغشتش أنت تعلم أن الأصنام لا تنطق توزانك بوت حبرنكننت. قال إبراهيم بسوا درين جواب دا فكيف تعبدون الأصنام وإنها لا تضر ولا تنفع. كرا چون شما بوتاني عبادت و بندگيا كنت إشاني حال إشنت के ना नपई फायदे दात कना तो ना के तावानी नुकसान दात कना. अला तफहमून शैआ अफला ताक़िलून. शुमा हिच चीज न पहमेत न समझे शुमा नजेड़त और फिक्र न कने. वसकत अन्नासु वखजिलू. मर्दम हामोश बितंत व हजालत बिता. नारुन बारिदा सर्दी आस. इज्तमअ अन्नासु वक़ालू माज़ा नफ़अल. मर्दम यकजा बिता وقشتش نيتشي بكني. إن إبراهيم كسر الأصنام وأهان الآلهة. إبراهيم بوت بروشتا ومهداي بيزت كتا. وسأل الناس ما عقاب إبراهيم ما جزاء إبراهيم. وطما وطا جستش كت إبراهيم سزا شينت. إبراهيم چوني بيري بگرين. وكان الجواب حرقوه وانصروا آلهتكم. بسو جواب بيت के ما ندارت وتي هدايني كمكا بكنت. هدايني كومكا بكنت. وهكذا كان ورهن تشبت.
أوقدوا نارا وألقوا فيها إبراهيم. آسي مانش داشت وإبراهيم اشتغل دات مع آسا. ولكن الله نصر إبراهيم وقال للنار، بل الله إبراهيم كمكت وآسا قشتي يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. اي آس سرد سلامتي ببي إبراهيم. وهكذا كان قرهن تشبت. كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم. آس بإبراهيم سرد سلامتي بيت. ورأى الناس أن النار لا تضر إبراهيم. مردمان ديت كي آس إبراهيم هيج كنغانهي. ورأى الناس أن إبراهيم مسرور وأن إبراهيم سالم ودهش الناس وتحيروا. مردمان ديت كي إبراهيم غالين إبراهيم سلامتين. مردم گوڑتنت و حیران بتا. من ربي مني پرورتگار كينت مني رب كين. وذات ليلة رأى إبراهيم كوكبا فقال هذا ربي. ويكشف إبراهيم استاري ديت گوڑگوشت اشنت مني پرورتگار. ولما غاب الكوكب قال إبراهيم لا هذا ليس بربي. بل وحدے کے استار گار بیت گڑا ابراہیم گوشت انا ای منی رب نہیں. ورأى إبراهيم القمر وإبراهيم ماہ دیت فقال گڑا گوشتے هذا ربي اشنت منی رب. ولما غاب القمر بل وحدے کے ماہ گار بیت قال إبراهيم گڑا ابراہیم گوشت لا كأن هذا ليس بربي ای منی رب نہیں. وطلعت الشمس وحدے کے روج درت فقال إبراهيم قل إبراهيم أقشت هذا ربي هذا أكبر إي مني ربنت إي مسترين. ولما غابت الشمس في الليل وهديك شابار روج إيرشوت فقال إبراهيم قل إبراهيم أقشت لا هذا ليس بربي إن إي هم مني ربنه. إن الله حي لا يموت بشك الله زندگين تو بهنا ميري. إن الله باق لا يغيب الله مدامي وغار نبي. إن الله قوي لا يغلبه شيء الله زوراور كسچا يگيش بتنكا. والكوكب ضعيف يغلبه الصبح استار نزوريني كصوب أي چير تريني. والقمر ضعيف تغلبه الشمس ماه نزورنت كمزورنت كالروج أي چير تريني. والشمس ضعيفة يغلبها الليل ويغلبها الغيم روج نزورنت كمزورنت كشابا غاربي وجنبرا انديم بي. ولا ينصرني الكوكب لأنه ضعيف استار منكم مكا كتنا كانت برچكا وات نزورنت كمزورنت. ولا ينصرني القمر لأنه ضعيف ماه منكم مكا كتنا كانت كوات نزورنت كمزورنت. ولا تنصرني الشمس لأنها ضعيفة الروج همنكم مكا كتنا كانت كنزورنت. وينصرني الله منكم مكا الله كت كنت بس لأن الله حي لا يموت برچا عمودامي زندگنت ويا میرک پر نیست. وباق لا يغيب مدا و مدام هسته وغار نبي. وقوي لا يغلبه شيء وزوراور و کس چایا گیش بتنکا. ربي الله من رب الله. وعرف إبراهيم أن الله ربه إبراهيم الزات كي رب الله لأن الله حي لا يموت برچا کہ الله مدام زندگنت و ایا مرک پر نیست. وأن الله باق لا يغيب والله مدامي هستي وغار نبي. وأن الله قوي لا يغلبه شيء والله زورا وري وكس يجيش نبي. وعرف إبراهيم أن الله رب الكوكب وإبراهيم الزات كي الله استار ربي. وأن الله رب القمر والله ماه هم ربي. وأن الله رب الشمس والله روچه هم ربي. وأن الله رب العالمين والله سرجمي جهان ربي. وهدى الله إبراهيم وجعله نبيا وخليلا والله إبراهيم رحشوني كت وآي نبي كت وحاسين دوستي. وأمر الله إبراهيم أن يدعو قومه ويمنعهم من عبادة الأصنام والله إبراهيم فرمان دات كي مردما الله نيمغا توار بچا وانچا بطاني بندگيا عبادتا مكان بكا ميلش. دعوة إبراهيم التوار. ودعا إبراهيم قومه إلى الله ومنعهم من عبادة الأصنام
इब्राहिम वती कौम राज अल्लाह ने मगा तवार पिरजतो आया च बुतानी बंदिगिया मकनिकुत क़ाल इब्राहिम लिक़ौमिही मा तअबुदून इब्राहिम वती राजा कौमा गोश्त शुमचिय बंदिगिया इबादता कने क़ालू नअबुदु अस्नामा आया गोश्त मा बुतानी बंदिगिया कने क़ाल इब्राहिम इब्राहिम गोश्त हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊन आया ई एशकनत वहदे के शुमाइश तवार पिरजने أو ينفعونكم أو يضرون يا شمارا نفي فائدة دات كنت يا تاوان نقصان قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون آية قشت ماوتي بيتو بيروك همي دولا كنغا ديتغا قال إبراهيم فأنا لا أعبد هذه الأصنام إبراهيم قشت من بل بزا إي بطاني بندگيا نكنا عبادتا نكنا بل أنا عدو لهذه الأصنام من ای بطانی دشمنا انا اعبد رب العالمین من سرجم جهان رودینو کے بندگیا کنا عبادتا کنا الذي خلقنی فهو يهدين ہمیا کے من جوڑ کتگ ہما من رہشونیا کنت والذي هو يطعمني ويسقين وهما كمن واريني ونوشيني وإذا مرضت فهو يشفين وهديك من نادره بمار با هما من وشكا والذي يميتني ثم يحيين وهما انت كمن كشيت او پدا من زندگ كنت وإن الأصنام لا تخلق ولا تهدي وبطنا جوڑ کت کنن تو نا کے رحشونی کنا وإنها لا تطعم أحدا ولا تسقي وإكسا نوارينا تو نا کے نوشيننت وإذا مرض أحد فهي لا تشفي وأغا كسي نادره بمار بيت أيا وشكتنا كنا وإنها لا تميت أحدا ولا تحيي ونائي كسي كشت كنا تناك زندك كت كنا أمام الملك بادشاه ديما كان في المدينة ملك كبير جدا وظالم جدا شهر يك مزني بادشاهي هستا سكين مزني بادشاهي سكين ظالم بادشاهي وكان الناس يسجدون للملك مردما بادشاه سجداكو وسمع الملك أن إبراهيم يسجد لله ولا يسجد لأحد فغضب الملك وطلب إبراهيم بادشاه اشكت کے إبراهيم إيوكا الله سجداكا ودگے کسا سجدانكا بادشاه ظهر بيت وإبراهيم لوٹائنت وجاء إبراهيم وكان إبراهيم لا يخاف أحدا إلا الله وإبراهيم أتك إبراهيم تهج كسانة ترست أبيت الله قال الملك بادشاه قشت من ربك يا إبراهيم تي ربك أنت إبراهيم قال إبراهيم ربي الله إبراهيم قشت من رب الله قال الملك بادشاه قشت من الله يا إبراهيم الله كاينت إبراهيم قال إبراهيم درّاينت الذي يحيي ويميت كالله ماينت ككشيت زندك كنت قال الملك أنا أحيي وأميت بادشاه قشت كمن هم كشان زندك كنا ودعا الملك رجلا وقتله بادشاه مردمي تواركت وكشتي ودعا رجلا آخر وتركه دقيقك تواركت ويليكت وقال أنا أحيي وأميت قتلت رجلا وتركت رجلا كشتي من هم كشان زندك كنا من يكي كشت يكي يلدا وكان الملك بليدا جدا وكذلك كل مشرك بادشاه سكين كم عقلية وهمك مشرك هنچشين وأراد إبراهيم أن يفهم الملك ويفهم قومه بل إبراهيم لوٹت کے بادشاہ سرپت ببیت وہی راج سرپت ببی فقال إبراهيم للملك قل إبراهيم قو بادشاہ گوشت فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب الله همائند کے روچا چا رودرت کا درکن تو أي چا روبرکتا درکا فتحير الملك وسكت بادشاہ بکا بھی تو خاموش بیت وخجل الملك وما وجد جوابا بادشاہ جالت بیت وهج پسوی جواب دات نکو دعوة الوالد بتا دعوت ديك وأراد إبراهيم أن يدعو والده أيضا فقال له يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر إبراهيم ما لوٹت کے ہوتی پتا ہم دعوت بدام گڑاگوں ایو گوشتے او منی پیت تو پرچا ہمیں بندگیا کھنے کہ آنا اشکنت ونا کے کندی ولم تعبد ما لا ينفع ولا يضر
परचा हम ये बंदगी कनत के ना नफ़ई फ़ायदे दात कन तो ना के नुकसान तावाने या अबती ला तअबुद शैतान ओ मनी पेत शैतान बंदगी इबादत मका या अबती अबुद रहमान ओ मनी पेत अल्लाह इबादत बंदगी बेका वग़ضب والد إبراهيم إبراهيم بيت زهر جبت وقشتي وقال أنا أضربك فاتركني ولا تقل شيئا من ترجنا من يلكن هجنا قشي وكان إبراهيم حليما فقال لوالده سلام عليك إبراهيم اوپر کشیت گڑوتی پیت گوشتی پرتو سلامتی بات وقال له أنا أذهب من هنا وأدعو ربي وقشتي منشا إدار روا وتي پرورتگارا دعا کنا وتأسف إبراهيم جدا إبراهيم سك بجنيك بيت وأراد أن يذهب إلى بلد آخر إبراهيم لوٹت کے دگے ملکیا بروت ويعبد ربه وتپرورتگار عبادتا بکا ويدعو الناس إلى الله ومردما الله نيمگا توار بجا إلى مكة نيمگا وغضب قوم إبراهيم وغضب الملك وغضب والد إبراهيم راج قوم زهر بيت بادشاہ زهر بيت إبراهيم پت هم زهر بيت وأراد إبراهيم أن يسافر إلى بلد آخر ويعبد فيه الله ويدعو الناس إلى الله إبراهيم لوٹت کے دگ ملکیا بروان والله بندگی و عبادتا بکنا ومردما الله نمگا توار بجنا وخرج إبراهيم من بلده وودع والده إبراهيم چوتی ملکا درت کو تی پتے رخصت کو وقصد إبراهيم مكة ومعه زوجه هاجر إبراهيم مكة إرادة كوتو أيوتي لوغي هاجر همراها وكانت مكة ليس فيها عشب ولا شجر ومكة انششت كأودا نكاهي هستا وناك درجكي وكانت مكة ليس فيها بئر ولا نهر ومكة چات وكور هم نيستا وكانت مكة ليس فيها حيوان ولا بشر ومكة إنسان وحيوان هيت چيز نيستا ووصل إبراهيم إلى مكة ونزل فيها وإبراهيم مكة سربتو همدا إيركبت ولما أراد إبراهيم أن يذهب قالت زوجه هاجر إلى أين يا سيدي أتتركني هنا وإبراهيم وتلوغي هاجر چوك إسماعيل همدا يلداتنت وهدك الرهادك بيت قرأ يلوغي هاجر جست كت کہ کجانگو منی واجا تو منا حمدہ لکنے اتترکنی ولیس هنا ماء ولا طعام تو منا ادا ویل کنے او ادا نا آپ ہستو نا کے ورگ هل امرك الله بهذا آیات را اللہ ہمیں فرمان داتگ قال ابراہیم نعم ابراہیم گوشت کے ہو قالت هاجر اذن لا يضيعنا هاجر گوشت کڑ اللہ ہمارا گار نکا بئر زمزم چات وعطش إسماعيل مرة إسماعيل تنقبي وأرادت أمه أن تسقيه ماء ويمعطى لوتت كآب بديان ولكن أين الماء بل كجنت آب ومكة ليس فيها بئر ومكة انششنت كنا آب هستنا كشات ومكة ليس فيها نهر هناك أودا كور هست وكانت هاجر تطلب الماء وتجري من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا هاجر آپش و هازائن تچت صفايا ديم پا مرواها وچ مرواها ديم پا صفايا ونصر الله هاجر ونصر إسماعيل فخلق لهما ماء والله هاجر كمكت وإسماعيل هم كمكت وپرايا آب جوڑكت وخرج الماء من الأرض وشرب إسماعيل وشرب هاجر وبقي الماء فكان بئر زمزم زمين آب درت إسماعيل وارت وهاجر وارت وآب پشت کبت گڑا زمزم چات جوڑ بیت فبارك الله في زمزم وهذه هي البئر التي يشرب منها الناس في الحج ويأتون بماء زمزم إلى بلدهم الله زمزم تها برکت مان کو ہمیشہ ہمچات کے مردم چہمدہ آپ نوشنت وتی ملکہ زمزم آپ کا انتکوں رؤيا إبراهيم واب وعاد إبراهيم إلى مكة بعد مدة رند إبراهيم مكهات ولقي إسماعيل ولقي هاجر وفرح إبراهيم بولده إسماعيل وإسماعيل هاجر ديتا
إبراهيم وتشوك إسماعيل جندقا سقل بيت. وكان إسماعيل ولدا صغيرا يجري ويلعب ويخرج مع والده. إسماعيل كساني زهجيات شوكيا تاتكو ليبو غوازي كوتو غوتي بيتارد الندرت. وكان إبراهيم يحب إسماعيل جدا. إبراهيم إسماعيل سك دوستا. وذات ليلة رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح إسماعيل. ويكشب إبراهيم وابدتك إسماعيل هلار كنغاين. وكان إبراهيم نبيا صادقا. إبراهيم راستي بيغمبريا. وكان منامه مناما صادقا وأي واب هم راستي وابيا. وكان إبراهيم خليل الله. إبراهيم الله حاسين دوستيا. فأراد أن يفعل ما أمره الله في المنام. يلوتتك وابتها الله داتك حكم سر عمل بك. وقال إبراهيم لإسماعيل. إبراهيم قوتي تشوك إسماعيل قشت. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. من موابا جندقايا كمنتر هلار كنقايا بعد توشي قشه. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أي قشت أومني أباب بكن همية كتر الله حكم داتك بشك تومنا چاو پاركش صبر كنوكا جنده. وأخذ إبراهيم إسماعيل معه وأخذ سكينا. إبراهيم إسماعيل قوت همراه كتو كارچ زوتي. ولما بلغ إبراهيم منا وادك إبراهيم منا سربيت أراد أن يذبح إسماعيل. لوتتك إسماعيل هلار بكنا. واضطجع إسماعيل على الأرض. إسماعيل زمين سرات تشكبت. وأراد إبراهيم أن يذبح فوضع السكين على حلقوم إسماعيل. إبراهيم لوتتك إسماعيل هلار بكنا قرأي كارت ما إسماعيل قطا دات. ولكن الله يحب أن يرى هل يفعل خليله ما يأمره وهل يحب الله أكثر أو يحب ابنه أكثر. ونجح إبراهيم في الامتحان. الله أي چیز دوستت که آوتی دوستا بگین دید که باری منی حکم سر عمل کنت یا نا باری الله گیشتر دوست داری آوتی چکا. فأرسل الله جبريل بكبش من الجنة وقال اذبح هذا ولا تذبح إسماعيل. وإبراهيم اي چکاسا سوبين بيت قد الله جبريل قو جنتي قراندي اديم دا تو گشتی اشيا بكوش و إسماعيل هلار مكا. وحب الله عمل إبراهيم. الله إبراهيم عمل دوست بيت. فأمر المسلمين بالذبح في عيد الأضحى. فمشك مسلمان حكم دات مزني عيدا الله واسطة جانور هلار بكنت. الله إبراهيم عمل دوست بيت فمشا مسلمان حكم دات مزني عيدا الله واسطة جانور هلار بكنا. صلى الله على إبراهيم الخليل وسلم. وصلى الله على ابنه إسماعيل وسلم. درود سلام ببيت الله دوست إبراهيم سرا. ودرود سلام ببيت أيشوك إسماعيل سرا. الكعبة. وذهب إبراهيم وعاد بعد ذلك. إبراهيم شتو بدواتر وأراد أن يبني بيتا لله. لوٹتے کہ پا اللہ لوگ جوڑ بکنا. وكانت البيوت كثيرة وما كان بيت لله يعبدون فيه الله. چشو لوگ باز ہستا بلے اللہ ہے. چشو لوگ باز ہستا بلے پا اللہ لوگ نیستا کہ مردم اودا اللہ بندگی و عبادتا بکنند. وأراد إسماعيل أن يبني بيتا لله مع والده. إسماعيل هم لوٹت کے پتے ہمراہی پا اللہ لوگ جوڑ بکا. ونقل إبراهيم وإسماعيل الحجارة من الجبال. إبراهيم وإسماعيل چکوها سنگ آران کت. وكان إبراهيم يبني الكعبة بيده وكان إسماعيل يبني الكعبة بيده. إبراهيم قوتي دستا كعبة بندان بيت. إسماعيل قوتي دستا كعبة بندان بيت. وكان إبراهيم يذكر الله ويدعو. إبراهيم الله ياد كنانت ودعا كنانت. وكان إسماعيل يذكر الله ويدعو. إسماعيل الله ياد كنانت ودعا كنانت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اے پرورتگار میں کارا ہوتی درگاہ قبول بکاں بے شک توے زبریں اشکنوک و زانوک. وتقبل الله من إبراهيم وإسماعيل وبارك في الكعبة. الله إبراهيم دعا گوش داشت و کعبہ تہا برکت مان کت. نحن نتوجه إلى الكعبة في كل صلاة. ما همك نمازا ديماغون كعبة كني. ويسافر المسلمون إلى الكعبة في أيام الحج. همك سالا مسلمان حج واستا كعبين مغا سفر كننت. ويطوفون بالكعبة ويصلون عندها. عودة طواف كننت ونماز هم كننت. بارك الله في الكعبة وتقبل من إبراهيم وإسماعيل صلى الله على إبراهيم وسلم.
صلى الله على إسماعيل وسلم. الله كعبة بابركت كتو إبراهيم وإسماعيل عمل قبول كت. درود السلام ببيت إبراهيم سرا ودرود السلام ببيت إسماعيل سرا. وصلى الله على محمد وسلم. درود السلام ببيت محمد صلى الله عليه وسلم سرا. بيت المقدس. بيت المقدس. وكان لإبراهيم زوج أخرى. إبراهيم دقل وقبانو كي هستا اسمها سارة أي نام سارها. وكان لإبراهيم ولد آخر من سارة اسمه إسحاق. إبراهيم دقل كي سارها هستا كي نام إسحاق. وسكن إبراهيم في الشام وسكن إسحاق. إبراهيم شام جامن بيت إسحاق هم شام جامن بيت. وبنى إسحاق بيتا لله في الشام كما بنى أبوه وأخوه بيتا لله في مكة. إسحاق شام پا الله لوگي بست هنچوش كي يبتو براتا مكة پا الله لوگي بستگا. وهذا المسجد الذي بناه إسحاق في الشام هو بيت المقدس. وهي مسجد كإسحاق ما شام جوڑ كتغت شنام من بيت المقدس. وهو المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. ويهمام مسجد أقصاينت كالله يشيك شكر بابركت كتغنت. وبارك الله في أولاد إسحاق كما بارك في أولاد إسماعيل. والله إسحاق چوكو أولادا نتها هم بركت مان كت هنچوشك إسماعيل چوكو أولادا نتها بركت مان كتغا. وكان فيهم أنبياء وملوك. ويچوكو أولادا نتها نبي وبادشاه هستت. وكان لإسحاق ولد اسمه يعقوب وكان نبيا. إسحاق چوكي هستت كي نام يعقوب. وكان يعقوب له 12 ولدا منهم يوسف ابن يعقوب. يعقوب 12 مردين چوك استا يوسف چهمايا يكيا. ويوسف له قصة عجيبة في القرآن وإليك هذه القصة. ويوسف قصة ما قرآن هستي كسكي عجيب قصة ديما بيداكي.